هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح طبيباً نفسياً؟ تخيل أن تحكي مشاكلك لمجرد روبوت. في السنوات الأخيرة بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم خدمات العلاج النفسي، من محادثات نصية إلى جلسات دعم نفسي افتراضي. الدراسات العلمية تؤكد أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي تساعد فعلاً في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، خاصة في المراحل الأولى من المرض. الميزة الأكبر: الذكاء الاصطناعي متاح 24 ساعة في اليوم، سريع في الرد، ولا يحكم على مشاعرك مهما كانت. لكن ورغم كل هذه الإيجابيات، هناك حدود لا يمكن للذكاء الاصطناعي تجاوزها، فهو لا يشعر ولا يفهم المعاني العميقة للمشاعر الإنسانية. الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يكون خطيراً، فهو قد يخطئ في التشخيص أو يتجاهل علامات خطيرة مثل الأفكار الانتحارية. معظم الأطباء النفسيين يتفقون: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة، لكن لا يمكنه أبداً أن يحل محل الطبيب الحقيقي. في بعض المستشفيات حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التشخيص الأولي، لكن القرار النهائي يبقى بيد الطبيب الإنسان. الخلاصة: الذكاء الاصطناعي أداة رائعة، لكن الطب النفسي يحتاج إلى قلب وعقل بشري يفهم ويشعر ويتفاعل. وأنت، هل تثق في طبيب نفسي آلي أم تفضل التواصل مع طبيب حقيقي؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. كان معكم ياسين، وإن أعجبكم هذا النوع من المواضيع لا تنسوا متابعتي، فالقادم أقوى بكثير.